أضرب لكم على ذلك مثل. واحد يعني اتصلوا عليها من البلاد لعند زوجها، قالوا أبوها مات، وكانت تحب أبوها حبا جما. فالأخ قال حلو اللي خابرها تعمل لي مشكلة في البيت صياح ولياح يوم الله محلق. جاي استشيرني قال لي ايش كيف اعمل؟ المرأة ابوها توفي والموضوع على كذا وكذا، ايش خابرها، لكن تعمل لنا فوضى يوم الله محلقة تطلع عين البلاد. قلنا خلاص شلها معك واخرج انت وياها واطرح لها موضوع الزواجات، تتزوج الثاني. شلها معه وقال نخرج ننفخ، وفي مواضيع اشتكلوش بينها ضروري نتناقش بينها. المهم فرحت معي يخرجوا ينفخوا، حمل الأداة والعيال توكلوا على الله. وبالطريقة قال شوفي يعني في ناس احرجوني، حقيقة احرجوني قبل أيام ويشتدوا لي مكلف، وأنا رافض زعما صدق، أنا أحبش وأحترمش جدا ورافض الموضوع تماما، لكن قلت أنا معي مرأة وكذا وإني بعدها تعتبكين أنتم خوانين، أنتم ما من أبدكم خير، أنتم يا خونة. المهم قال بس استلمتني طول الطريق وأنا ساكت. قال ما أنا بس أنا شغلتها لما وصلنا قرب القرية فقلنا لها اهدئي. طيب ليش تزوج فوقي؟ أيش المشكلة؟ أيش اللي تقصي وتعالي يعني ما شاء الله إذا قد فرثنا كرعنا جوني حق الدير يدي ذي داخل وذي خارج كله. فالأخ قال شوفي باختصار بهدوء عمي توفي وإحنا نزلنا نقبر ما بش أي حاجة. قالت الله يرحمه أهم شيء تم الزوج فوق. صلينا على سيدنا النبي. نسيت الجرح والخبر كله. قالت أهم شيء أنت لا تتزوج وبي الله يرحمه ويقدس روحه بالجنة. خلاص.